ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد ومن بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد وصله وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من ربي السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك يا مسكي وطيبي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه وعليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء
السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء بالنجم حين هوى والمعافى والسقيم سوى فاقلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري غوث أهل البدوي والحضر سيد السادات من مضري غوث أهل البدوي والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت
ترى مثل طه في الورى بشرا ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق ثرى أثرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانها الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله تعالى عليه. مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. ما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وضرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتندشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من والى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيع الضلال. صلى الله عليه. وهو من
فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه وسلم من الإيمان قواعده وتلو عن اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وسلم أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والملء عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظم منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة إن تسرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وسلم وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأكبل عليه غاية الإكبال صلى الله عليه المصلي عليه به فينبث في قلب نور تعلقه به وهبه ويكتبها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه أشرف الأصل بوده وهبه ما أكثر الأكوان بنشر ذكراهم نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهر أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم أفادت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريم
الأئمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأكدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف ما يرغم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الأنصلة في بعشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لتذويل ما حفظت من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبكت رية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود نبينا يا خير والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح
بك يا خير مولود يا نبينا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا بشرى لنا المنى زالت وعنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا فالهنا يا نص الطيب باللقاء يا عين قرئ أعينا يا نص الطيب باللقاء يا عين قرئ أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما اشتفى الفهم من صفات هذا العبد المحبوب بالكامل صلى الله عليه والشمائل التي هي أحسن الشمائل
وهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرد النور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستوضع هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم. وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وشاء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكو منه ألما ولا عنلا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل ذابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. تنزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الزهر بعد تنكنه في البطون والظهور. وذر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حاجة في النفس يا رب، فقضها وأرح سري وقلبي من لظاها واشواظي، وأرح قلبي وسري من لظاها والشواظي. يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم، عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم. يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم، عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم. قولوا بصدق اللجا يا ربنا يا كريم. قولوا بصدق اللجا يا ربنا يا كريم. جد بالعوافي وبادل
حصون جفال السقيم يا ربنا يا جزيل العفو يا أرحم رحيم يا ربنا يا جزيل العفو ويا أرحم رحيم جود بالعوافي ولا تكشف على العبد خيم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب يا آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله يا خير خلق جئنا الله إلى دارك تنعم بأسرارك جئنا إلى دارك تنعم بأسرارك ما خاب من زارك والله أي والله ما خاب من زارك والله أي والله ما خاب من زارك والله أي والله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله
لحم الأنبياء الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله يا خير خلق الله اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين كربا ووضع هذا الحبيب الذي السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وامطر الجود الإلهي على أهل الوجود تفيدا والسنة الملائكة بالتباشير العالمين تعد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله كشف قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه وسلم السيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحول العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على غدوره وجود هذا المولود فانفلق صدر الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صل عليه حضرك رسول الله بكرنك رسول الله أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرات واستضيعوا بجمال فقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد صلى الله عليه عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل لما قصد آمين يا رب سلام آمين عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونور شد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر
الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع والبدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وكريمي النار وحامي النار وكريم الآن وحمينا بلقاء خير الأنام مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء صلى الله عليه وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبست وأجعت فلن أمشر أن غشتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله وسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المغرب صلى الله عليه وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المشرق صلى الله عليه قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله
فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات وبما يقضي بعظيم شرفي عند مولاه صلى الله وأن عليه عين عنايتي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه قال أبو الجوزاء رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. نقل الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Berkata Al-Imam Abul Jauzai rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kepadanya dan kita mendapatkan keberkahannya. Naqlul hijarah, memindahkan batu atau mengangkat batu yang berat, ahwanu, akan terasa lebih ringan alal munafiki, atas orang-orang munafik, min qiraatil Quran, daripada membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, betapa banyak di antara umat Islam yang mana mereka dari itu tenaganya begitu kuat, tapi untuk sholat mereka lemah, untuk zikir mereka lemah. Dan di kalangan orang-orang munafik, orang-orang baik adalah musuhnya. Mau orang munafik, orang soleh, dianggap mengganggu ketenangan, mengganggu kesenangan, mengganggu hobi mereka. Di kalangan orang munafik, orang yang soleh adalah dianggap sebagai apa? Musuh. Begitulah munafik. Cek sampai pada sifat munafik dalam hati ini. Sekecil-kecilnya munafik, tetap hanya munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bagi mereka orang-orang munafik mengangkat batu yang besar, ahwanu, akan lebih terasa ringan daripada membaca Al-Quran. Nih, jadi kulit sampean ini mulai tak kencang baca Quran berarti pada sifat munafik. Mulai tak kencang hadir majelis-majelis yang bagus, tak kencang zikir. Al-Quran bagian dari zikir. Salat bagian daripada zikir. Jadi mulai tak kencang zikir, aroba Al-Quran, majelis zikir, salat, berarti pun mulai terjangkit penyakit munafik. Tanda-tanda banyak. Idza hadatsa kadzaba, mun omong carpak, wa idza wa'ada akhlafa, mun janji lopot. Ya. Berarti mun ibadah sifat munafik tekak sekuni dalam hati tak bisa. Tak bisa masukin hidayah, tak bisa masukin rahmat Allah SWT. Zaman Kanjeng Nabi munafik banyak. Zaman Kanjeng Nabi orang-orang munafik banyak. Dia ya ratuan munafik. Munafik ya, oleh karena itu penting kan sekone apolong bi orang-orang saya hadir majelis-majelis bagus dengan niat ngilangake penyakit-penyakit di dalam hati nek kembali tadi orang munafik. Ya ala kulli hal iki tak ngajak ngarane orang abek bae mulai tak kenceng zikir, tak kenceng Al-Qur'an, tak kenceng sholawat, tak kenceng salat, berarti pun mulai pada virus-virus munafik saya bakal mematikan iman, karena satu wadah tidak akan mungkin ada dua isi, tak mungkin. Bila pada iman pada munafik, iman pasti kalah. Pada iman pada munafik tak mungkin, tak berfungsi neka iman neka ketika capok penyakit apa munafik. Ya muter muka pada selamat kul panjenengan. Jadi niat hadir majelis nikah, niatin apa ngilangake penyakit sarba munafik, dengan sendirinya akan sekone yelangin bi qudratillah muter muka. Dadi ateh sebersih, dadi ateh setan di penyakit
munafik, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن تب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب الزتي تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساكك سرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل خصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة درابي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في مطارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وجهه من المؤدين ولعهدك من اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم إن لنا عطما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل آمين. وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشريف جاته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات ودم راية الدين القوي في جميع قطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإذهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن
من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وختم لنا منك. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فضلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا حضرة الفاتحة.